السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد متابعي الكرام. نتمنىكم تكونوا بصحه جيده وسلام. اليوم غادي نقدم لكم واحد الطبق مغربي اصيل، المنج. رافقته بمطيشه معسله. الطبق كيجي رائع جدا وشهي، وغادي نرافقه بواحد السلطه اللي هي زعلوك معسل. ما تستغربوش من هاد الوصفه هذه، ولكن راه كيجي هائل جدا. الاطباق ديال اليوم صراحه للضياف ديالكم، واطباق كتكون هماويه معسله للناس اللي كتبغي الاطباق اللي كتكون يعني ما بين المالح والحلو. وغادي ندوز لتقديم المكونات وطريقه ديال التقديم. بالنسبه للطبق الرئيسي فانا غادي نحتاج جوج قطع ديال الملح. عندي هنا الملح ديال البقري. غادي نحتاج البصله اللي كتكون مشلضه رقيقه، عويدات ديال القرفه، جوج فصوص ديال الثوم، الزعفران، شعره اللي رقدتهم قبل في الماء، شويه ديال المروزيه، معلقه ديال يعني الخرقوم بلدي، سكينجبير، ابزار، شويه من القزبور اليابس. اولا غادي ناخذ واحد يعني الوعاء اللي غادي نطيب فيه. فانا هنا خديت هذه المقله هذه. فهاد المقله هذه انا بالنسبه لي كنطيب فيها لانها دايره بحال شكل الطنجره ديال الضغط. غادي ندير فيها التوابل مباشره. غندير واحد المعلقه ديال المروزيه. عندي هاد المروزيه هذه ديال التوابل اولا ديال الدجاج وديال البقري، يعني مروزيه جبتها معايا من المغرب، بصراحه ما نقولش لكم هائله جدا. ضفت لها واحد المعلقه ديال الخرقوم بلدي، معلقه ديال السكينجبير، وشويه ديال الابزار. بالنسبه للابزار الكحل كنديرو غير راس معلقه، ما كنكثروش منه باش ما كتجيش المرقه كحله بزاف، وشويه ديال القزبور يابس. وغادي نضيف الثوم، ثم غادي نضيف هذاك الشعيرات ديال الزعفران الحر اللي صراحه الله حتى هو كيعطي واحد طعم رائع لهذا الطبق هذا. فغادي نضيف هنا شويه ديال الماء، لاني خصني شويه الماء باش غادي نشرمل هاد المليجات هادو اللي عندي. وكما كتلاحظوا معايا فانا هنا راه ما ضفتش نهائيا الملحه، ما غنضيف لا ملحه لا زيت، لانه بالنسبه لي انا باش كنبغي اللحم يطيب ليا دغيا فكنفضل انني ما كنديرش الملحه. غادي نشرمل مزيان هذوك المليجات، وغادي نغطي عليهم، وغادي نخليهم على جنب مده ديال نصف ساعه حتى ساعه. الى قدرتوا انكم ديروه من الليل يكون احسن. وغادي ندوزو للطماطم اللي غادي نعسلها. فغادي نحتاج كمكونات جوج حبات ديال الطماطم، لان حنا العدد ديالنا قليل، فغندير غير جوج حبات الطماطم. ثم غديروا على حسب الكميه ديال الناس اللي عندكم شويه زيت الروميه، جوج معالق كبار ديال العسل. انا هنا خديت العسل الحر، ما كانش عندكم ديروا غير سنيده، يعني الكميه اللي غتكفيكم العسل، ومعلقه ديال القرفه، وشويه ديال المزهر. فباش غادي نقي هاد الطماطم هذه، كاينه هاد التقنيه هذه اللي غادي تخلي ليا هاد المطيشه غنحيد لها غير القشره الرقيقه فقط، ما غاديش نحيد داك الهبره معاها، حيت انا عندي الغرض انها تبقى ليا دوك الطريفات ديال المطيشه تكون هكا باقا مهبره. فغادي ناخذ واحد كاسرونه ولا طنجره هكا، غادي ندير فيها الماء سخون، وغادي ناخذ ديك المطيشه، غادي ندير واحد الفليحات رقيقين هكا في الظهر ديالها، وغادي نرميهم في هذيك الطنجره مده ديال 3 حتى 4 ديال الدقائق لا غير. صافي. ومن بعد كنبقى كنحيد ديك القشره غير هكا بيديا اولا بالموس، وهكا هاد الطريقه هذه غتكون احسن، باش هكا كتبقى ديك الطماطم محافظه ليا على الفورمه ديالها. وكما قلت لكم ما كنحيدش ديك الهبره. صافي كنستمر على هاد الطريقه هذه حتى كنسالي ديك الكميه ديال الطماطم. كما قلت لكم الكميه كتبقى على حسب عدد الافراد اللي عندكم، يعني ممكن ديروا 3 الحبات، 4 الحبات، 5 الحبات، وممكن تعسلوها وتخليوها هكا عندكم في الثلاجه مده طويله. فانا اكتفيت غير بجوج حبات. من الاحسن مطيشه تاخذوا ديك المطيشه اللي كتكون هكا يعني مهبره، وما تكونش ديك اللي يعني طايبه، ديك الطايبه اللي كنبغيو نديرو في الحيره ما تكونش، يعني تكون ما حمراء ما صفراء، يعني تكون ما بين وبين. فمن بعد ما كنقيها كنقسمها على 4 ديال لي طرونش اللي كيكونوا هكا متساويين، وكنحاول نحيد غير الزريعه غير بشويه غير بالمهل. صافي. وكنخليها هكا على جنب. وكما قلت لكم يعني بالنسبه لهاد الطماطم هذه، يعني ملي غتبغيو تعسلوها من الاحسن غنبدا بها هي الاولى كما لاحظتوا، يعني غنبدا بها هي الاولى، عاد غادي ندوز نكمل الطهي ديالي. فغادي ناخذها، غادي نضيف ليها ديك جوج معالق كبار ديال العسل الحر. قلت لكم ما كانش العسل الحر، ممكن نتوما تضيفوا يعني نصف كاس من السكر، يعني على حسب الذوق ديالكم. غنضيف هذيك معلقه كبيره ولا جوج معالق ديال المزهر، شوفوا نتوما الكميه اللي بغيتوا. وغنضيف القرفه وشويه ديال الزيت. هنا
انا درت غير زيت النباتيه. صراحه بغيت هذا الطبق هذا يكون شويه صحي. غتقول لي معسل وصحي، نعم، حيت دايره فيه العسل الحر، والعسل الحر بالنسبه لنا حنا راه صحي. غنضيف داك شويه زيت النباتيه غير باش هكا كتشد ليا في ديك التوابل، كيتشدوا مزيان في هذيك الطماطم. فهمتوني شنو بغيت نقصد؟ صافي من بعد ما كان نشرملها يعني، اولا كان ندير هذيك التخليطه لهذيك الطماطم، غادي نجيب هكا الصحن اللي غادي ندخلو للفرن، وغادي ناخذ هكا داك الورق ديال الطهي. غنحاول انني نغطي الجوانب باش هكا داك السائل ديال هاد التعسيله اللي عسلتها ما غاديش يسيح ليا في الجناب. وغنستف مطيشه وغادي نسقيها بنصف كميه ديال هذاك الشرموله اللي بقات، ما عرفتش شنو غادي نسميها، المهم داك الشرميله اللي بقات ليا، وغادي نديرو في الفرن. بالنسبه لي انا الفران شعلته من الفوق ومن التحت. وغندوزو للطبق المرافق اللي هو الدنجال المعسل. نعم، الدنجال المعسل، وما تستغربوش راه كيجي طبق رائع وهماوي. غادي ناخذ 2 حبات ديال الباذنجان، غادي ناخذ 2 معالق ديال العسل، شويه ديال القرفه، شويه ديال المزهر، وغادي ناخذ كمكسرات. انا بالنسبه لي عندي غير الكاجو هو اللي لقيته متوفر عندي. لقيتو الكاوكاو، ديروا كاوكاو، الكركاع، اللوز اللي عندكم هو من الاحسن، كيجي مع الكركاع رائع جدا، ولكن انا ما كانش متوفر عندي، كانت عندي واحد الكميه قليله ما غتكفينيش. كناخذوا هذاك الدنجال كنقيه، يعني بالنسبه لكم نتوما بغيتو تنقيوه كامل نقيوه، انا هكا كيعجبني نشوف داك يعني القشر ديالو كنحتفظ به. فغادي نحيد غير شي شويه، وغادي نديرو في الكسكاس اللي غادي نديرو يتفور، وغندير هكا واحد رشيشه ديال الملح. بالنسبه للتقطاع قطعوا الطريقه اللي بغيتو صافي، وغادي نديرو فوق النار باش يتفور. بالنسبه للتفوار ديالو راه ما كياخذش وقت طويل، مده تقريبا واحد 6 حتى 7 ديال الدقائق، فهاد الوقت هذا راني خليته كيتفور. من بعد ما تشرمل ليا داك اللحم وخليته تقريبا واحد نصف ساعه بيد ما وجدت الاطباق الاولى، غادي نضيف هذيك البصله. البصله خاصها تكون مشلضه رقيقه بزاف، انا صراحه الله قطعتها شويه غليظه، وغادي نغطي عليها وغنخليها حتى كتلوى. يعني ما غادي نضيف لا ما لا حتى شي حاجه كما كتلاحظوا. فراه هي ديك البصله بوحديتها كتطلق الماء ديالها هكا، كتجي يعني كتجي ديك التعليكه من بعد كتجي زوينه. يعني من الافضل ما تضيفوش الماء بزاف من الاول، يعني ديروا شويه الماء باش تشرمل به داك اللحم صافي. وغتضيفوا البصله وغتخليوها حتى كتشرمل حتى كتلوى ولا كتهبط. عاد كنضيف الماء سخون وكنضيف دوك العويدات ديال القرفه. كما لاحظتوا راه الملحه راه ما درتهاش والزيت ما درتهاش، فقط غير داك الشحيمه اللي كتكون في داك الملح هو اللي طلق ليا في المقيله ديالي، اولا في الطاجين. نتوما ديروا الطاجين ولا في الوعاء اللي بغيتو. بالنسبه للدنجال من بعد ما تفور ليا، فانا هنا يعني قدمت لكم هاد الوصفه هذه بالتسلسل. يعني انا ما درتش كل وصفه بوحدها، ولكن بالتسلسل الاحداث اللي انا درت. فمن بعد ما تفور ليا داك الدنجال كما قلت لكم مده ديال 10 دقائق ما كاملاش، غادي ناخذ واحد المقله غنضيف فيها شويه ديال الزيت النباتيه، غادي نضيف المكونات القرفه، شويه ديال المزهر، العسل، وغادي نبدا كنمعس في هذا الدنجال هذا. فالدنجال ما كياخذش كما قلت لكم وقت طويل بزاف. صافي كنبقى كنمعس. من الاحسن جيبوا ديك الهشوار اولا هاد الاله هذه اللي كتمعس لينا زعلوك، وصافي كنبقى كنديروه بهذه الطريقه هذه حتى كيتهرس مزيان. الا عندكم الوقت ممكن غير بشويه غير بالفرشات تهرسوه بحال هكا. بغيتو تخليوه هكا عباره عن قطع اللي يكون شويه كبيره، المهم نتوما شوفوا الطريقه اللي بغيتو تقدموه بها قدموه بها، ما كاين حتى شي اشكال. صافي وكنبدا كنشحر هكا، يعني يدي ويد تحرك باش ما كيلصقش ليا هاد الدجاج هذا، ما كيلصقش في ديك المقله. وكنخليه تقريبا واحد المده ديال 5 هكا ديال الدقائق حتى كيتعسل مزيان. في هذا الوقت هذا كناخذ ديك الصينيه ديال الطماطم اللي عندي في الفرن. كما كتلاحظوا راه بدات كتعسل، فانا شعلتها من الفوق ومن التحت كما قلت لكم. الا كان عندكم فران كيتشعل غير من التحت فمن الاحسن غتبقى كل مره كتخرجوا وكتبقى تقلبوا. انا كما قلت لكم فهو عندي من الفوق ومن التحت، وفضلت ان نخرج غير نوريكم يعني كيفاش كيولي ملي كيتعسل من التحت. كنقلبهم هكا يعني على ظهرهم، وكناخذ هذيك الكميه ديال ديك التعسيله اللي بقات ليا ديال المزهر والعسل والزيت. فغادي نسقيها عاوتاني هكا من الفوق باش هكا كتزيد كتشرب ليا داك العسل مزيان، وكنعاود نردها الفرن باش تكمل التعسيله ديالها. وكما كتلاحظوا فزعلوك راه مازال
خليته فوق الفرن مازال كيتعسل. في هذا الوقت هذا غادي ناخذ هذاك الكاجو. انا قلت لكم من الاحسن الا كان الكركاع ديروا الكركاع، كيجي معاه رائع، كيتواتى مع الطعم هذا بزاف بزاف. الا درتو هكا الكاجو او لا درتو كاوكاو ما غاديش يطول معكم. بحال مثلا هذه الوصفه هذه مباشره كيديروا داك الكاجو، يعني خصو يتقدم، ما خصوش يبقى مثلا واحد المده طويله، واحد ساعتين ولا 3 سوايع، لانه كيلوا هذاك الكاجو كيلوا ما كيبقاش كروسيون هكا، يعني كتبقى كيتغزز في السنان ديالكم، يعني كتحسوا به لاوي بزاف. فمن الاحسن انكم ديروا الكركاع او لا اللوز. صافي. من بعد كنطفي على ديك الطنجره اولا على ديك المقله ديال الزعلوك، وكنشوفوا الطنجره ديالنا، يعني اللحم راه بدا كيدخلوا الطياب. انا هنا حتى كيدخلوا الطياب عاد كنضيف كميه من الملح، وعاد كنضيف زيت الزيتون. فكما قلت لكم راه ما ضفتش نهائيا زيت، ولكن راه داك اللحم راه طلق ليا الدم ديالو، فنضيف واحد الكميه لا باس بها. نتوما وشوفوا، يعني الا بغيتوه يجيكم ثقيل بزاف ضيفوا حتى نصف كاس ديال الزيت، فعلى حسب الذوق ديالكم. صافي. وغنغطي عليه وغنخليه حتى كيتشرب ديك المرقه مزيان، وكنقدموا في الطبق ديالنا. فمن بعد ما طاب ليا اللحم ديالي، يعني تقريبا انا خدا لي تقريبا ساعه ونص، لان هذيك المقله عندي دايره بحال شكل الطنجره ديال الضغط. فانا كي غطيت عليه ما عاودش حليته، وفاش ضفت الماء سخون كما كتلاحظوا. شوفوا المرقه كتجي خاتره. بغيتوا انكم تكون صافيه، فممكن انكم تصفيو هذه المرقه هذه، تصفيوها بالباسوار، وعاد هكا كتقدموها هكا الا كان عندكم الضياف. وصافي كنسقي الطبق ديالي، كندير داك اللحم هو الاول، وكنسقي بديك المريقه اللي كتكون عندي. فكما كتسمعوا معايا في هذه غير بنتي مسكينه النيف ديالها مخنوقه واحد شويه. صافي. من بعد ما تعسل ليا هذيك مطيشه كنجبدها وكنستفها هكا من الفوق. فكما قلت لكم 2 حبات كانوا كافيين لهذا الطبق هذا، لانه طبق ديال 2 حتى 3 ديال الاشخاص، فراه كافي جدا. كنزين هكا طماطم من الفوق، وحاولوا انكم ما تخليوهاش تحرق لكم. كنضيف شويه يعني لمسه مغربيه، شويه ديال الزنجله اللي كيكون محمر، اولا ممكن ديروا اللوز افيلي، ممكن اللي بغيتو. صافي. وكناخذ شويه ديال اللوز اللي كنكون حمرته كنضيفو حتى هو في الوسط على حسب الرغبه ديالكم. ممكن تخليوه غير مطيشه بوحديتها مع اللوز مهرمش، اللي بغيتو ممكن تقدموه. وكيكون هذا هو الطبق ديالي اليوم. والزعلوك ها هو كنقدموه كيجي رائع، ثقوا بيا. نهار غتجربوا هذا الزعلوك هذا معسل غيولي عندكم طبق رئيسي نهار غيكون عندكم ضياف ديال الهمه. جربوا هاد 2 الاطباق هادو وردوا عليا الخبر. كنتمنى ان الطبق اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، والوصفات اليوم يكونوا خفاف ظراف عليكم، والى وصفات لاحقه ان شاء الله.